أنا ما أستحق منكم هذا الشكر والتصفيق. بغير قصد بالإساءة إلى بعض الموجودين اليوم. يعني أنا أقول الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ولشخص الدكتور وليد الطبطبائي. هو اللي أخذ بإيدي في أول ما تعرضت لي يعني هزة فكرية داخلي، عرفت أن أنا ماشي طريق مظلم جدا. وما ابي اقول مثل بعض يعني ثم اللي قال انا حلمت بالليل يعني فلان وقال لي لا، انا تعرضت الى هزه فكريه. يعني لما طلعت من القناه لاسباب اخرى من الاعلام بدات افكر، بدات اعيد النظر في امور كثيره. انطلقت من ركيزه واحده، يعني ان ما خليت لي احد يعني، وكنت اداه بايد لا ترحم. انا اكلمكم وانا اقول لكم اياها وانا واثق من نفسي، ما اخاف من احد الا من الله. مو لان انا عندي القدره على تطبيق ما يقولونه. انا اكتشفت ان الناس عندها سقف عالي جدا من الوقاحه في التعامل مع البشر. يعني ما عنده مشكله وتشوفون الاعلام يعني يمكن يعني انا اقولها وقلت لكم والله ما ودي احكي، لكن انا غلطت بحق ناس كثيرين. انا اعتذرت تو من العم احمد عزيز السعدون، اعتذرت من الكل وعلى راسه يمكن وليد الطبطبائي في البدايه ومساعد، وقلت لكم هو السبب. مع الايام راح ابين ليش هو السبب اللي يعني اخذ بيدي. ما توقعت انا صار لي معاكم يعني بقلمي او بتغريداتي يمكن شهرين، والله شككوا حتى احد رموز معمم راح حق سعى الى التفريق بيني وبين زوجتي. حسبي الله عليك. حسبي الله. انا اقولها، قلت لكم انا ما اخاف من احد. قالها بحجه اني انا تسننت، وسمع رد جيد، يعني سمع رد كان على قدر المسؤوليه من الاهل، من جماعتي وربعي. يعني بس لاني خالفته بالراي اخرجني من المله. اليوم قنواتهم تهاجمني، مواقعهم تهاجمني، عندهم ربعهم بتويتر اللي انا اعرفهم شلون قاعد يطقون، مع اني انا انتقدت المعارضه سنتين ولا احد من كوادر المعارضه تعرض لي بشيء. تخيل. يمكن يعني بالنهايه انا اشكركم والله، يعني تضيع كلمات مني ما يعرف اقولها، لكن يا رجوله الله يسلمك يطول عمرك. فكل الشكر لكم يعني. وانا اللي جابني اليوم مو تسجيل موقف، انا استشعرت في الايام الاخيره خوفي على انور ولدي، على جاسم ولدي، من يكونون في هذا الموضع. وانا يعني يمكن ما اخفيكم سر، احد المطلوبين هو قريب مني لدرجه كبيره جدا، وراح في الايام القادمه راح ينادونه، وهو قريب مني جدا جدا يعني. واتمنى يعني اللي قاعد يصير هذا قصر العدل. انا اقول كلمه للتاريخ، اقول ان الشيخ صباح الاحمد سمو الامير لما سعى وهو وزير خارجيه لفصل منصب ولايه العهد عن رئاسه الوزراء، كانت هناك ركيزه غايبه على البعض. هو مو فصل ولايه العهد عن رئاسه مجلس الوزراء، هي عزل للشيخ سعد عن منصب رئيس الوزراء تحت ذريعه مصلحه الكويت. مصلحه الكويت اليوم لو نحط ناصر المحمد بدبلوماسيته وفلوسه ونفوذه واخلاقه وككاوه في ميزان عمل واحد بالشيخ سعد، يطقه مليون صفر الشيخ سعد. الجرائد الخمسة كتبت بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء هي بمثابة عزل للشيخ سعد لمصلحة الكويت في مرحلة سياسية تطلبت فصل هذا المنصب، وهو عزل الشيخ سعد. والله أن الشيخ سعد والله يعني لا يمكن أن نتخيل شخص آخر قريب للكويتيين بإحساسه ومشاعره. أسد التحرير. الكويت تستدعي اليوم استبعاد ناصر المحمد للكويت أهم. وأنا متفائل بيوم الاثنين. أنا يعني من الآن ما أسجل عذر، أنا مدعو يعني برا الكويت، مسافر باكر الصبح، ولا كنت أتمنى أكون موجود، بس هناك من أولادي من سيمثلني في ساحة الإرادة. أنا متفائل باكر أن العدد راح يطوف ال50 وال60,000، وأعتقد أن يوم الثلاثاء هو يوم فاصل في تاريخ الكويت. وأشكركم مرة أخرى يعني على يكفي ضميرك يا بنور ريانا، يكفي والله. سياسية ما أيضا جايدة
طبعا الدكتور جمعان الحربيش كان زميلي في الدراسه، وكان بيني وبينه انا بنفس الطاوله. يعني انا اكثر شخص ترجيته يغششني فيزياء هو. والله ما غششني وإيش ولا ما غششني عشان ما صرت اعلامي. ما ادري يعني ما يستحضرني. اكثر شيء يستحضرني يعني قصيده يعني للشاعر فهد بروسلي رحمه الله عليه، يقول: الدار جارت ما عليها شافه، والحر فيها شايف ما عافه، دار تكاثر صدها وانصدت عاداتها عقب القبول انكافه، دار شوى الصفها عجوز شمطه هماس مناعة حلافه، تاخذ عيال الناس وتداويهم وعيالها لعيونهم خطافه، دار لغير عيالها مشكوره، دار لغير عيالها مشكوره، ولبنها تلعن ابو اسلافه، مثل الحمامه فرخها في البيضه عند طيرانه تنكره وتعافى. يعني انا استخدمها اجيبها من التاريخ وكأن نعيش اليوم يعني. وقلت لكم انا اشتغلت واطلعت على اسرار، ان شاء الله مع الايام اقولها، الحين ما اقدر يعني. واشكركم مره اخرى يعني.